ايه هو الفتيس الدي اس جي او الدي سي تي حسب كل شركه ما بتسميه؟ تابعني في الفيديو ده وهشرح لك طريقه عمل وكيفيه عمل الفتيس الدي اس جي او الدي سي تي. كمل معايا الفيديو للنهايه واكيد هتستفاد. يلا بينا. اي فتيس في الدنيا فكرته بتيجي عن ان هو بيدي نقله وبعد كده بعدها نقله، اولاني بعديه تاني بعديه تالت بعديه رابع. ما بين كل نقله والتانيه بيبقى فيه هدر في الوقت او بيبقى فيه مسافه اللي هي فيها الار بي ام بينزل او بيرتاح شويه وبعد كده يرجع يرفع تاني. من هنا جت فكره الفتيس الدي اس جي او الدي سي تي او الدول كلاتش او ثنائي الدبرياج او ثنائي التعشيق، ودي كلها مسميات دارجه للفتيس ده في سوق وعالم السيارات. من اسم الفتيس دوت دي اس جي او دول كلاتش او ثنائي الدبرياج، ده بيكون من تركيبه الداخلي بيكون فيه 2 دبرياج، واحد مسؤول عن النقلات الفرديه وواحد مسؤول عن النقلات الزوجيه. اللي مسؤول عن النقلات الفرديه بيحضر او بيبقى مسؤول عن اولاني وثالث وخامس وسابع. اللي مسؤول عن النقلات الزوجيه بيكون مسؤول عن الثاني والرابع والسادس. الدبرياج الاولاني بيحط الاولاني، يكون الدبرياج الثاني بتاع النقلات الزوجيه محضر الثاني، بحيث اول ما يخلص النقله الاولانيه يقوم داخله بالثاني، بحيث ما يكونش فيه بينهم هدر في الوقت او ضياع في الوقت، وبالتالي استهلاك بنزين ويديك اسرع اداء باقل استهلاك بنزين. ده يحضر النقله الاولى يدخلها، يخلص الثاني يقوم داخل بالنقله الثانيه، يكون ده حضر اللي هو الفردي، يكون حضر الثالث، يخلص الثاني يقوم الثالث داخل، يقوم بتاع الزوجي اللي كان معاه الثاني يقوم محضر الرابع، الثالث يخلص يقوم ده داخله بالرابع، يبقى بتاع الفردي مجهز الخامس، ده يخلص بتاع الزوجي يخلص الرابع، بتاع الفردي يخش له بالخامس، وهكذا. يفضلوا الاثنين دبرياج يخدموا على بعض، اولاني تاني تالت رابع خامس لغايه السادس، بيخدموا على بعض بدون هدر في الوقت او نزول في الار بي ام، بحيث يديك اكتر قوه وعزم واداء في اقل وقت بدون هدر وقت وضياع واستهلاك بنزين. ودي فكره عبقريه جدا، باستثناء ان الفتيس ده ليه نوعين. النوع الاولاني وده اللي مسوق سمعته جدا 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 في مصر وفي الدول العربيه، وهو النوع الجاف او اللي تبريده جاف او الدراي. ده نوع ما بيستحملش الحراره وما بيقدرش يتخلص منها، فعشان كده مش ناجح قوي في مصر وفي الدول العربيه، لانه ما يقدرش يستحمل الحراره بتاعتها وبيحصل تلف لاجزائه الداخليه زي طقم الكلاتش بتاع الفتيس او الميكاترونيك او عقل الفتيس، ما بيستحملوش الحراره فبيودعوا بدري، فبالتالي سمعته سيئه جدا 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 في مصر وفي الدول العربيه. في نوع تاني منه وده عبقري ومالوش اي مشاكل خالص، لانه في منتهى البساطه ويت، لا مؤاخذه مبلل يعني. ده بيكون ليه تبريد مبلل وليس جاف، فبالتالي بيقدر يتخلص من الحراره الشديده اللي بتنتج جواه، وبالتالي يقدر يحافظ على الاجزاء الداخليه زي الكلاتشات والميكاترونيك او عقل الفتيس او اي اجزاء داخليه، وتبقى معمره اكتر ويكون ملوش اي مشاكل من اللي كانت بتحصل في الجيل الثاني منه او الجيل اللي كان مسوق سمعته. وده في النهايه فتيس عبقري جدا، وكان ظلمه موضوع سوء التبريد بتاعه اللي في الفتيس الجاف. في النهايه انا كريم بقدم محتوى عن السيارات، اتمنى اكون افدتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد مفيد. سلام.